مفاجأة مدوية من الإعلامي طارق رضوان عن منتخب الجزائر. ماذا قال الإعلامي طارق رضوان عن منتخب الجزائر قبل أفريقيا؟ هنعرف كل تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. وتحدث الإعلامي طارق رضوان عن منتخب الجزائر والودية التي قامت بينه وبين منتخب الطوغو، والتي انتهت ب3 مقابل لا شيء، والتي قامت أمس الجمعة. وأنا أرشح المنتخب الجزائري ليكون أول المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية من مصر والسنغال والمنتخبات الأخرى، وأن المنتخب الجزائري سيدخل كأس الأمم الأفريقية بحماس ويوجه إنذار لباقي المنتخبات القوية. وستكون المباراة القادمة الودية أمام بوروندي. ويقول طارق رضوان أن المنتخب الجزائري سيدخل كأس الأمم الأفريقية بقوة وعزيمة لنيل اللقب. أخبرنا رأيك في الكومنتات، هل سينتصر المنتخب الجزائري على المنتخب البوروندي في المباراة الودية القادمة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.